ماده في الدستور لا تعجبك؟ الماده انت تعترض عليها؟ مش راجع، انا مش فقيه دستوري، لكن في مجموعه. امال على اي اساس تعترض؟ انا بعترض لان الفقهاء الدستوريين بيطلعوا في التلفزيون ويقولوا ان مواد الدستور معظمها مش كويسه. الفقهاء الدستوريون الذين تثق فيهم، الفقهاء الدستوريين الذين تثق فيهم، ما الذي عفوا يعني ماذا قالوا تحديدا واقتنعت بوجهه نظرهم؟ ان هو انا بنقول الماده بالنسبه للماده الثانيه، الماده 2 اللي هي احكام الشريعه الاسلاميه. خدت بالك؟ انا في الماده والله انا مش عاوز اتكلم في حاجه يعني ايه، انا ماليش دخل فيها، بس انا اعتقد ان جميع القوى والمشاعر لازم تتحد، لان انا الاوان اتحاد جميع التيارات. نشكرك. انا احمد علي، كبير مشجع النادي الاهلي، ونادي الاطرس جاي دلوقتي عشان يعمل المظاهرات. ربنا ما يرضاش بالظلم. انا بقول مصر مش عزبه، مصر حضاره، مصر مستقمه، وان شاء الله الحزب الوطني يرجع تاني. كده حكم المرشد باطل. هل المرشد يحكم مصر؟ ايه؟ المرشد بيحكم مصر؟ بيحكم مصر، مش شايفين حاجه. ما القرارات التي اتخذها المرشد منذ يعني ان تولى حكم مصر كما تعتقد؟ لا، ما فيش حاجه حصلت. الاكل المرشد انت حضرتك تقول ان المرشد يحكم مصر، ما القرارات التي اتخذها المرشد؟ ولا حاجه اتخذها ولا اي حاجه. كيف يحكمنا طالما انه لم يتخذ اي قرار؟ لا، القضاء بتاعنا القرار يعني المرشد، انت تقول المرشد الاخوان لم يتخذ اي قرار، اذا كيف يحكم مصر؟ ما فيش حد بيحكم مصر، ما فيش حاجه بتحكم مصر، مالهاش حاكم، ليس لها حاكم. يلا للفوضى. يا باشا مرسي قاعد يقول لك هنعمل الحق والامان، ولا شفنا حق ولا امان ولا حق الشهداء جم، وعمال يتكلم عن الانابيب وهترخص والانبوبه ب50 جنيه. هنعمل ايه؟ هنروح فين يا باشا؟ قولوا لنا بس. احنا لو مكان مرسي اسيبها احسن بقى، اسيبها للي يديرها، يسيبها للاساس. من الذي يصلح مكان مرسي؟ اللي يصلح يسيبها له. من هو؟ انا الصراحه مش عارف يا باشا. بص يا باشا، رئيس الجمهوريه